في وقت العالم كله واقف على حافة الحرب وأوروبا بتقع دولة ورا دولة في إيد الرايخ النازي، لكن وسط كل ده في لعيب قرر يقف قدام واحد من أشرس الأنظمة وأكترهم رعب في التاريخ. اللاعب اللي قال لهتلر لا وزارة كرة القدم ماتياس سيندلر. سيندلر اتولد في النمسا سنة 1903 في أسرة فقيرة من أصل تشيكي، وكان بيعشق الكورة من صغره. لعب في شوارع فيينا واتعرف بسرعة بسبب مهارته العالية وتمريراته الذكية، وكان عنده أسلوب لعب مش زي أي حد في الزمن ده. كان بيحب الكرة الجميلة، يسموه بالراجل الورقي، وده بسبب جسمه الرفيع والخفيف، طريقته في انه بيعدي من بين المدافعين من غير اي التحامات. وبسرعه بقى النجم الاول في اوستريا فيينا بسن 21 سنه، كسب معاهم لقب الدوري ولقب الكاس وبطولات تانية كتير قوي. لعب 312 ماتش مع الفريق، سجل فيهم 240 جول، وفي سن 23 سنه بينضم لمنتخب النمسا، وفي اول مشاركه ليه مع المنتخب قدر يسجل قدام منتخب تشيكوسلوفاكيا. في الثلاثينات النمسا كونت منتخب قوي جدا لقبوه وقتها بالوندر تيم، وده كان الجيل الذهبي للنمسا. سيندلر كان العقل المدبر للمنتخب، كان نجم الفريق والجمهور كله بيحبه جدا، وكان فخر لبلده. قدم منتخب النمسا تحت قيادة سيندلر مباريات عظيمة جدا، فوزهم على ألمانيا مرتين، مرة 5 ومرة 6، وفوزهم على فرنسا وانجلترا. كاس عالم 34 وكانت النمسا أقوى مرشح للفوز بالبطولة، وده لأنهم في آخر 30 ماتش خسروش غير 3 ماتشات بس. توصل النمسا لسيمي فاينال كاس العالم عشان تقابل المستضيف منتخب إيطاليا، ولكن النمسا بتخسر الماتش ده 1-0 من إيطاليا في ماتش كان البطل الحقيقي فيه الحكم كان منحاز بطريقه غريبه جدا للمنتخب الايطالي، وطبعا كل ده بتوجيهات مين؟ موسوليني، لدرجه ان الجون اللي كسب بيه منتخب ايطاليا كان جون اوفسايد. ومش بس كده، الجول كمان جاء بعد تدخل عنيف جدا من جوزيب مياتزا على حارس مرمى منتخب النمسا، وسيندلر اتصاب في الماتش ده وحتى ما لعبش ماتش تحديد المركز الثالث والرابع. سيندلر لعب للمنتخب 43 ماتش، سجل فيهم 26 جول. وعشان دوام الحال من المحال، سنة 38 كل شيء بيتغير. هتلر بيدخل بقواته النمسا وبيحتلها وبيضمها لألمانيا في عملية سميت الأنشلوس. الأنشلوس معناها الاتحاد، وده لأن هتلر أصلا نمساوي. هتلر كان بيعتبر إن الشعب الألماني والشعب النمساوي اصلا واحد، فلازم يتحدوا ويبقوا بلد واحده كمان. هتلر بيحقق اهدافه والنمسا والمانيا بيبقوا بلد واحده فعلا، وبالتبعيه بيتلغى منتخب النمسا خالص، ويبقى الدولتين بيلعبوا تحت شعار منتخب واحد وهو منتخب المانيا. وبيطلع قرار نازي، لاعيبه النمسا لازم تلعب مع منتخب المانيا في كاس عالم 38. بيختار مدرب المنتخب الالماني سيبهر بيرجر 10 لعيبه من المنتخب النمساوي عشان يمثلوا منتخب المانيا في كاس العالم، وكان من بينهم سيندلر. لكن ماتياس بيرفض ينضم للمنتخب الألماني، وده لأنه كان ضد النازية وشايف إن اللي حصل في بلده ده احتلال مش اتحاد. قبل الدمج بتنظم مباراة وداعية بين المنتخب الألماني والمنتخب النمساوي. كان من الواضح ان هدف الماتش ده انهم يبينوا ان المنتخب النمساوي ضعيف، واديكوا خسرتوا اهو وخليكم معانا، احنا المنتخب الاقوى، احنا ألمانيا. ولكن طبعا كابتن سيندلر كان ليه رأي تاني. سيندلر بيسجل هدف وبيقود المنتخب النمساوي للفوز بهدفين على المنتخب الألماني، ومش بيكتفي بكده، بيروح يحتفل قدام المقصورة الرئيسية احتفالات مستفزة جدا. المقصورة دي كان فيها مين؟ كل القيادات النازية، وبيرقص قدامه. بيتعرض سيندلر لضغوطات كبيرة جدا عشان ينضم للمنتخب الألماني، ولكن بيرفض وبيقول انه خلاص جسمه تعب ومش قادر يكمل، رغم انه كان لسه في فورمته. وعشان يريح دماغه خالص قال لهم بصوا انا هعتزل دولي. طبعا رفض سيندلر للانضمام للمنتخب الألماني واستفزازه للقيادات النازية مش هيعدي بالسهل. الصحف النازية بتهاجمه هجوم شديد جدا وعنيف. مش بس كده، بيقفلوا المطعم بتاعه بحجة ان هو بيشغل يهود عنه. بيودع المنتخب الألماني كاس عالم 34 من الدور الأول، يعني عملوا مشاكل على الفاضي، دخان كتير كفتة قليل. بعد خروج ألمانيا بكام شهر، وبالتحديد يوم 23 يناير 39، بيتم العثور على جثة سيندلر وحبيبته مقتولين في شقته. والتقارير الرسمية اللي طلعت بتقول إن سبب الموت اختناق بغاز أول أكسيد الكربون. ولكن كل النمسا قالت سيندلر اتقتل عشان رفض يركع، اتقتل عشان قال لأ في وش النازية. النمسا كلها لحد النهاردة بتفتخر بسيندلر وموقفه، واتعمل له تمثال وتخلد اسمه في كتب التاريخ. كرة وقتها ما كانتش مجرد لعبة، كانت سلاح، وسيندلر كان البطل اللي رقص في وش الرصاص. السلام عليكم.